شكرا لك عبد العزيز، بكل تأكيد نبارك هذه النتيجة، وبكل تأكيد نبارك لرئيس نادي الهلال سمو الأمير عبد المنعم سعد. بداية رحب بك على الجزيرة الرياضية، ألف مبروك سمو الأمير. قبل اللقاء في لقاء خاص بيني وبينك قلت تنفسنا السعداء ولسنا السعداء، اليوم تنفستم السعداء ويبدو أنكم ضمن السعداء لدور ال16 في دوري أبطال آسيا. ألف مبروك سمو الأمير. أنا اللي أعرف أنه إحنا لسه ما تأهلنا، لأننا يعني وفق ما علمت أنه 3-1 زي 2-0، يعني ما نتيجة المباراتين تعتبر متوازية، هذا اللي عرفته. عموما كذا ولا كذا احنا نطمح للمركز الأول. أول شيء الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. مستوى مشرف ونتيجة متميزة، كنا الأفضل وكنا الأجدر بالفوز أمام فريق كبير وعريق يضم بين جنباته لعيبة ممتازين جدا ومدرب على مستوى عالي. لكن اليوم كانوا رجالنا في الموعد، ومدربنا كان أثبت أنه مدرب قدير وعنده ما يملكه ويملك الشيء الكثير. ما نسعى إليه أن احنا نرمي المباراة هذه ورانا ونفكر في مباراة الريان، لأنه الريان أيضا فريق كبير وعنده لعيبة متميزين. أي نعم أنه هو فقد الأمل في التأهل، ولكن سيلعب لإثبات الوجود وليس لديه ما يخسره، فإحنا لابد نفوز عشان نحصل على البطاقة الأولى إن شاء الله. صراحة سمو الأمير الظروف التي مر بها نادي الهلال في بداية هذه المجموعة كانت توحي بأن الهلال سيمر بصعوبة كبيرة لربما لا يعبر إلى الدور المقبل. ما الذي قدمتموه كعمل؟ كيف انتشلتم اللاعبين من هذه النتائج السلبية التي حضرت في دوري أبطال آسيا؟ بالمناسبة احنا لسه ما تأهلنا، لأنه احنا لا قدر الله لو انهزمنا من الريان والعين فاز على الاستقلال أظن أنه يعني يبغى لها حسبة، يعني إلى الآن ما حسم موضوع التأهل. فبالتالي واحنا مثل ما قلت لك نبحث عن المركز الأول، ولكن احنا من الأول قلنا أنه هذه المجموعة هي أصعب المجموعات، والدليل التقارب النقطي إلين آخر مباراتين. أغلب المجموعات حسمت من بدري أو بانت ملامحها، إلا المجموعة هذه لأنه الفرق فيها كلها مستوياتها قوية. الاستقلال بطل الدوري الإيراني، العين بطل الدوري الأماراتي، الهلال هو الهلال، الريان فريق كبير يضم بين جنباته لعيبه كبار، فكانت هي اصعب المجموعات للامانه. ما خاطبتم الاتحاد الاسيوي في خصوص مساله التاهل سمو الامير، مساله حسمها؟ والله انا يعني اللي كنت اعتقد انه احنا كنا جبنا هدف في الامارات لنا افضل، ولكن اتضح انه هذا في وفق ما قيل لي. يعني انا كنت معتقد ان احنا متاهلين، ولكن وفق ما قيل لي انه لا لسه. يعني من المرات النادرة التي ألتقيك دون العصا سمو الأمير، في الدقيقة 67 لا أعلم إذا التقطت الكاميرات القناة اللقطة، لكن شاهدتك بعد الهجمة الضائعة لوسلي لوبيز ضربت العصا على الكرسي. العصا لا أعلم هل هي سليمة أم الكرسي لا أعلم، لكن سبب النرفزة والهلال متقدم سمو الأمير. أني أنا كنت حاسب حساب، كنت أبغى نفوز بنتيجة أكبر من النتيجة اللي فاز فيها العين، وحسيت أنها كانت فرصة سانحة للتسجيل، وأيضا خشيت من أنه العين يعني يرجع في آخر المباراة فتصير 2-1 ويصير علينا ضغط. لو كانت 3-0 كان ارتحنا كثير، فيعني كسرت الأعصاب من أجل ذلك. أهم شيء تأهل الهلال سمو الأمير إذا حضر على حسب النتائج التي تحدثتها. طاقم التحكيم لكم عتب عليها اليوم، كل دكة البدلاء أو حتى الجماهير أو حتى اللاعبين في الملعب لم يكن على وفاق مع حكم. ما أدري هل في ضربة جزاء للعابد ولا لا، من عندنا ما نشوف، يعني ممكن تكون إيه ممكن لا، ولكن كان له قرارات عكسية في بعض الأخطاء وعدم إعطاء بطاقات. ولكن يعني إذا كان ما في ضربة جزاء لنواف العابد، وأنا ما أدري فيه ولا ما فيه لأني بعيد كنت عنها، أعتقد أنه ما كان له غلطات يعني غيرت نتيجة المباراة، أعتقد. يعني ختاما سمو الأمير، زلاتكو يعني هنالك من ينقسم إلى قسمين، من يقول بأن زلاتكو راحل سواء قدم أو لم يقدم مع الهلال، وهنالك من يقول بأن زلاتكو لربما يحرج إدارة الهلال بإبقائه بعد النتائج المتميزة في البطولة الآسيوية. من غير إحراج، زلاتكو إذا استمر بتقديم المستويات اللي يقدمها وقدم نتائج أكيد حتكون فرصه كبيرة. يعني شكرا لك سمو. شكرا جزيلا. شكرا لسمو الأمير عبد الحميد سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، متحدثا بكل تأكيد ومعبرا عن سعادته